تحذير: هذا المحتوى لا يمد للواقع بصلة، وقد يحتوي هذا الفيديو على مشاهد عنف خيالية لا تمت للواقع بصلة. جميع الأحداث والشخصيات من وحي الخيال، ويعرض المحتوى لأغراض الترفيه والتحليل فقط. ننصح بالمشاهدة لمن هم فوق 18 سنة. بتبدأ القصة ببطلنا اسمه إستا، وهو ماسك شخص من أتباع عيلة مشهورة اسمها عيلة دوكولان، وبيستوجبه وبيقول الشخص لإستا: أنت إزاي كنت مخبي قوتك الحقيقية؟ فبيطلع إستا كتاب وبيسأله عنه، فبيقول الشخص: الكتاب اللي أنت سرقته ده كتاب سحري، وإحنا كنا بندور عليك علشان نرجعه لعيلة دوكولان. فبيسأله إستا إزاي يستخدمه، لكن الشخص ما بيكونش عارف إزاي يستعمله. فبيقول إستا لنفسه: لو كانت عيلة دوكولان عارفة قيمة الكتاب ده ما كانوش رموه في السرداب، اكيد هم مش فاهمين ازاي يستعملوا الكتاب، ومع ذلك فضلت عيلة دوكولان تطاردني كل المسافة دي، يبقى اكيد الكتاب ده مهم. فبيقول له الشخص: سلم الكتاب وهطلب من السيد دوكولان يسامحك. فبيقول له إستا: انت ما عندكش سلطة تعمل كده اصلا، قول كلماتك الاخيرة قبل ما اقتلك. وبيوصل شخص غريب للمكان، فبيحس إستا بخطر كبير، فبيلتفت ليه بسرعة وبيلاقي الشخص ده بتطلع منه هالة قوية. وبيقول الشخص ده لإستا: أنا فهرن فون دوكولان، سيد بيت دوكولان، أعظم عيلة سحر في القارة الشرقية. وبيأمروا فهرن إنه يسلموا كتاب السحر. فبيقول إستا لنفسه وهو خايف: أنا قضيت نص عمري في خدمة عيلة دوكولان، بس دي أول مرة أشوف سيد بنفسه قدامي. وسيدهم الحالي ده بيقول له إنه أقوى واحد في تاريخ العيلة، وبيفتكر إستا شعبية عيلة دوكولان. وبيقول إستا لفهرن: ما ينفعش اديك الكتاب بالبساطة دي. فبيبتسم فهرن وبيضحكوا هما الاتنين. وبيقول إستا لنفسه: يمكن ما كانش لازم أسرق الكتاب، ومن حظ الوحش إن سيد العيلة نفسه قرر يجي علشان يرجعه. الهالة بتاعته مرعبة، ده أقوى ساحر شفته في حياتي. وبنشوف إيد إستا بترتعش من الخوف. فبيقول فهرن: أنا أقدر أقتلك وآخد الكتاب، بس أنت موهبتك مميزة، وبعد ما شفتك اكتشفت إنك هتبقى مفيد ليا، فأنا عندي ليك عرض أحسن. ارجع تاني لعيلة دوكولان وسلم كتاب السحر، واحنا هنعدي كل اللي عملته. فبيرفض إستا عرض فهرن، وبيفعل إستا قوته وبيقتل الشخص اللي كان ماسكه بالسحر. وبيقول لفهرن: ماتت ناس كتير بسبب الكتاب ده. فبيتعصب فهرن وبيقول له: لو ما نفذتش امري هقتلك. فبيهاجم إستا فهرن وبيقول ليه: مش هنعرف مين الاقوى غير لما ندخل في قتال حقيقي. فبيصد فهرن الهجوم بسهوله، وبيرد الهجوم على إستا. فبيخاف إستا وبيقول لنفسه وهو بيتفادى هجمات فهرن: ده طلع اقوى من اللي كنت متوقعه وما عندوش اي نقطه ضعف. وبيحاول إستا يصد الهجوم، وبيقول فهرن لإستا: انت قلت اننا مش هنعرف مين الاقوى غير لما ندخل في قتال، بس في حاجات بتبان من غير قتال زي الفرق الكبير بين قوتي وقوتك. وبيضرب فهرن إستا، وبيتوتر إستا لما بيشوف الهجوم جاي ناحيته، وبتعمل ضربة انفجار كبير من قوتها. وبيكمل فهرن: انت فضلت عايش لحد دلوقتي لاني كنت متهاون معاك، فيلا قول لي كلماتك الاخيره قبل ما تموت واخلص عليك. فبيساله إستا: لو انا انحنيت وقلت اني راجع تاني لخدمه دوكولان هتقبلني؟ فبيساله فهرن اذا كان فعلا مستعد يعمل كده. فبيقول له إستا: مستحيل طبعا، انا زهقت من إني اكون خادم ليكم. وبيضرب إستا فهرن بشعاع قوي، وبيصد فهرن هجومه بجدار سحري. وبيضرب إستا وبيقول له: انت غبي، انا هوريك دلوقتي ايه هي القوه الحقيقيه. وبيستعمل فهرن قوته وبيطير في السماء وبيضرب إستا بالبرق. واثناء الهجوم بيشوف إستا اتنين من فصيلة الوايفرن بيطيروا في السماء. وقتها قرر إستا انه لازم يبقى حر زيهم. وبعد ما فهرن بيقضي عليه بيقول له: انت قوي فعلا، كنت فاكرك هتموت بسرعه لكنك قدرت تستحمل، اظن ان انت عرفت الفرق بين قوتنا. فبيقول له إستا وهو غرقان في دمه: انت قوي بشكل كبير، دي حاجه ما اقدرش انكرها. فبيقول له فهرن: كويس، شكلك جاهز تتكلم بهدوء، ايه رايك نكمل كلامنا اللي بدأناه؟ فبيقول له إستا: انا مش هبقى خادم تاني. فبيقول له فهرن: انا ما قلتش كده، انا اقصد تبقى سيد عيلة بونجشين. فبيستغرب إستا لما بيسمع كلامه، وبيقول لنفسه: يعني هو عايزني اقسم بالولاء ليه وانا سيد عيلة علشان العيلة كلها تبقى تبع ليهم؟ وبيطلع إستا كتاب السحر، وبيكون فهرن مبسوط ان إستا وافق، وبيدي إستا كتاب السحر لفهرن. ولكن اول ما بيمد فهرن ايده بيحرق إستا الكتاب، فبيتعصب فهرن منه. فبيقول له إستا: من فترة قتل نائب عيلة دوكولان مجموعة من الخدامين، وعيلة دوكولان غطت على اللي حصل. فبيعرف فهرن ان إستا بينتقم منهم. وبيكمل إستا: انا عارف ان حياتنا ملهاش تمن، واصحابي كانوا عارفين برضو، وعلشان كده قررت اعتزل ومستحيل ارجع تاني اشتغل عندكم. وبيقرر فهرن يقتله، وبيطلع فهرن لهب، وبيقول لإستا: ده لهب دوكولان الازرق، ودي نار ابديه ما بتنطفيش، وهتندم على اللي عملته لما تتحرق بيها. وبيقول إستا وهو بيتحرق باللهب الازرق:
أنا أفضل الموت ولا إني أرجع لعيلة دوكلان. أخيرا حسيت بالحرية. صحيح إني مش هطلع من هنا حي، بس مش ندمان عن اللي حصل، ولو اتولدت من جديد هلاقي الحرية الحقيقية وهنتقم من عيلة دوكلان. وبيكون استا مبسوط بالرغم من إنه بيتألم، لكن فجأة اللهب بيختفي وكتاب سحر بينور وبيطلع منه تعويذة بتسيب علامة على صدر استا. وفجأة بنشوف واحد شحات في مكان غريب، وبنشوف ولد بيشحت وبيسأل الولد نفسه أنا فين وإيه اللي حصل. وبيستكشف الطفل المكان وبيعرف إنه في مكان اسمه المنطقة السوداء والبيضاء. وبيقول الطفل لنفسه في حاجة غريبة بتحصل، كأني رجعت بالزمن، ده نفس المكان اللي كنت بتسول فيه قبل ما أبقى خادم لعيلة دوكلان. وبنعرف هنا إن الطفل ده هو بطلنا استا، لكن رجع بالزمن لورا. وبيروح استا لمكان فيه بحيرة وبيشوف انعكاسه في المية، وبيلاقي إنه صغير في السن، وبيلاقي العلامة اللي على صدره لسه موجودة بالرغم من إنه رجع بالزمن، بس العلامة فضلت زي ما هي. فبيقول استا لنفسه أكيد كتاب التعويذ السحرية هو السبب، بس إزاي يقدر يعمل كده؟ بس طالما جه عائلة دوكلان بنفسه يبقى الكتاب ده كان مهم. وبيكون استا سعيد إنه رجع بالزمن، وبيقول لنفسه أنا مش مصدق اللي حصل، مستحيل يكون ده كله حلم، أنا هحقق كل اللي نفسي فيه أنا وصحابي. وبيفتكر استا ذكرياته مع واحد صاحبه ساعة لما صاحبه قال له إحنا ناس متشردين في المنطقة السوداء والبيضاء وما عندناش أي حاجة ومش قادرين نلبس لبس كويس ولا نتعلم ولا حتى ناكل. وسأل استا عن أصعب حاجة في ده كله، فقال له استا أصعب حاجة إننا ما نلاقيش ناكل. وكان استا وقتها راضي عن حياته، فحاول صاحبه يفهمه سبب المشاكل، لكن استا ما كانش مهتم، فتعصب صاحبه منه وكمل اللي فعلا صعب إننا مش قادرين على التعليم والدراسة، لو كلنا اتعلمنا ما كانتش سيطرة العائلات الغنية علينا بالشكل ده. وبعد ما بينتهي استا من استرجاع ذكرياته بيقول لنفسه أنا كان نفسي أبني مكتبة ما كان يقرأ فيه أي حد بغض النظر عن الفلوس أو المكان أو الجنسية، بس مش كفاية، أنا عايز أبني برج علشان بحب المباني الطويلة. وبيتخيل استا المكتبة والبرج اللي نفسه يبنيهم، وبيفكر استا في طريقة علشان ينتقم من عيلة دوكلان. وبيكمل أنا هدي سر عيلة دوكلان لكل الناس، وهخلي المتشردين وأولاد النبلاء المنبوذين كلهم يكونوا معاهم نسخة. والمفاجأة إن غلاف الكتاب هيكون عليه شعار عيلة دوكلان وجواه السر اللي بيعتبروه أغلى من حياتهم. وبيتخيل استا الناس وهي بتكتشف سر عيلة دوكلان. وبيكمل مجرد الفكرة بتخليني متحمس، بس المشكلة إزاي أجيب السر ده، بس مش مهم لأن لو فعلا نشرت الدليل هنتقم منهم. وفجأة بيضرب حد استا برجله وبينزل فيه ضرب، وبيقول لاستا يا حيوان أنا كنت بدور عليك، أنا قلت لك تقعد في مكانك وأنت مستخبي هنا. وبيكون استا مش عارف مين الشخص ده وليه بيهاجمه كده، فبيمسك رجله وبيستغرب الشخص إنه بيصد الضربة. وبيقوم استا علشان يدافع عن نفسه، ولكن أول ما بيضربه إيده بتتكسر، فبيكمل الشخص ده ضرب في استا وبيقول له إزاي تضرب أخوك الكبير. وبنعرف هنا إن الشخص ده أخو استا بالتبني، وبيكون استا بيتألم، وأثناء الضرب بيتكعبل أخوه الكبير في حجر على الأرض وبيقع في المية، فبيستغل استا الفرصة وبيهرب. فبيقوم أخوه الكبير وبيأمره يرجع تاني، لكن استا ما بيرضاش وبيكون ناوي ينتقم منه. وبيوصل استا لمكان آمن وبيشوف إيده المصابة، وفجأة بيقابل استا ولد صغير وبيحاول يتعرف عليه، وبيلاحظ إن هدومه غالية رغم إنها متوسخة، وبيخمن إنه من عيلة غنية وقع بسبب الصراع على السلطة. وبيقول له الولد أنا اسمي داميان وأم اسمها بيانكا. فبيتعصب استا وبيحس إن داميان متخلف بسبب تصرفاته المش طبيعية، فبيطلب منه استا إنه يمشي، لكن داميان بيفضل واقف. وبيكون استا متضايق منه وعايز يضربه، وبيمد داميان إيده ناحيته وبيعرض عليه إنه يعالجه، وبيستعمل قوته السحرية على استا. فبيتفاجئ استا وبيقول ده مش سحر عادي، دي تقنية نور الشفاء، وده الفن السحري لعيلة بلاندو اللي سقطت بسبب عيلة دوكلان. أنا حاسس إن في حاجة مش طبيعية في الولد ده، لأنه مش طبيعي يكون طفل من بلاندو في المنطقة السوداء والبيضاء، والمفروض إن عيلتهم تكون قوية في الزمن ده. ولما بيكلم استا داميان بيلاحظ على داميان إن كل عين من عينيه لونها مختلف، فبيخاف استا وبيقول لنفسه ده باسمه وحش بلاندو لأنه السفاح مجنون ومحدش يقدر يقتله. وبعد ما بيخلص داميان بيقعد يضحك مع استا، وبيكون استا لسه متوتر منه، وبيفتكر استا ذكرياته في حياته اللي فاتت، وبيقول لنفسه زمان جالي امر مباشر من عيلة دوكلان ان اروح لعيلة بلاندو، وكان مع استا شخص تاني، وساعتها سأل استا الشخص اللي معاه ليه ندخل في مشاكل بين عيلة بلاندو وعيلة دوكلان. فقال له الشخص التاني بيقولوا ان في وحش قتل عشرات المحاربين هناك، وكان استا مش عارف ايه الوحش اللي قابلوه هناك. ولما شاف استا الوحش اتفاجئ وحس بالخوف، لان الوحش ده هو داميان وكان بيقطع في البشر بشكل بشع، ولما بيتصاب بيستعمل سحر الشفاء بتاع بلاندو، وكان واقف بيضحك وهم بيهاجموا عليه. وبنرجع تاني للحاضر، وبيكون داميان شخص لطيف مع استا، وبيسأل استا نفسه ليه الوريث المباشر لعيلة بلاندو موجود في مكان زي ده.
وبيقول دميان لإستا يلا ناكل علشان انت مصاب ومحتاج اكل. وبيضطر إستا يسمع كلامه لكن بيسأله على الفلوس. فبيطلع دميان كيس مليان عملات ذهبية. فبيقول إستا من دلوقتي احنا بقينا اصحاب. فبيستغرب دميان من كلامه وبيكمل إستا لما تبقى في صداقة يبقى لازم نشارك كل حاجة مع بعض، يلا نروح ناكل. وبنعرف هنا ان إستا عايز يقرب من دميان علشان يستفيد منه. وبيروحوا هما الاتنين لفندق وبياكل إستا وبيستحمى كمان. وبيقرروا يباتوا هما الاتنين في الفندق. فبيقول دميان انا ما كنتش اعرف ان في بيت فوق مكان الاكل، انا طول عمري بنام في الشارع. فبيسألوا إستا عن امه لكن دميان بيقعد يدور عليها في المكان. فبيعرف إستا ان دميان ذكاؤه محدود. وبيسألوا إستا من امتى وانت لوحدك؟ فبيقول دميان من ساعة ما هربت من العيلة وانا عايش في الشارع. فبيعرف إستا انه هارب من عيلة بلاندو. فبيحاول يعرف إستا منه هو هربان من عيلة بلاندو بقاله قد ايه، لكن ما بياخدش منه معلومة مفيدة. فبيتعصب إستا وبيصرخ في المخدة وبيقول لنفسه التعامل مع دميان صعب. على العموم طول ما الولد ده معايا ممكن استغل الفرصة واقوي علاقتي بيه وابني شوية روابط مع عيلة بلاندو، لان بيوت النبلاء دايما مليانة كتب وده هيفيدني في مواجهة ديكولان. وبيرتاح إستا على السرير وبيفتكر مشكلة اخوه اللي كان بيضربه. بيطلب إستا من دميان انه ما يلمسهوش علشان بيتمرن على تقنية سحرية. وبينام إستا على السرير وبيقول لنفسه في حياتي اللي فاتت استخدمت مخطوطات سحرية علشان ازود بيها قوتي، كنت بتسلل للعائلات الغنية واسرق تقنياتهم. وبيفتكر إستا فهرن وبيكمل بس القوة اللي شفتها قبل ما اموت كانت اقوى من اي حاجة شفتها قبل كده، علشان كده لازم اتعلم فنون التكوين السماوي ودي هي التقنية الاقوى لعيلة ديكولان ومصدر كل سحرهم وقادرة تحتوي على كل سمة عنصرية. وبيبتدي إستا انه يتمرن على السحر لكن بيحس بألم شديد في العلامة اللي على صدره. وبيقول لنفسه انا حاسس بنار بتجري في عروقي بس لازم اقاوم علشان اتعلم فن التكوين السماوي. وبيلاقي حاجات بتطلع من ايده فبيفتكر المحاربين وهما بيتدربوا وبيعرف انه ما بيقدرش يستخدم تقنيات عالية المستوى غير السحرة الكبار، وعلشان يوصل للمستوى ده لازم يخلي كمية كبيرة من المانا تمر بجسمه. فعلا بيطبق ده لكن بيصحى من النوم وبيسأل دميان هو فضل مغمى عليه قد ايه. وبيبص في ايده وبيقول لنفسه المانا استقرت في جسمي بكمية كبيرة بس رغم كده هزيمة ديكولان لسه شبه مستحيلة. وتاني يوم بيغير إستا شكل دميان علشان محدش يتعرف عليه من عيلته. وبيسأل دميان إستا عن اللي ناويين يعملوه. وبنروح للأخ الأكبر لإستا ولما بيصحى الصبح بيلاقي دميان وإستا قدامه فبيقعد يزعق فيه لكن إستا بيضربه في بطنه وبيقول إستا أنا هحاسبك على اللي أنت عملته. وبيسمع باقي الناس في المكان عن اللي حصل وبيروحوا علشان يساعدوا الأخ الأكبر فبيضربهم إستا كلهم. وبتكون سرعته عالية وبيكون دميان معجب بقوته وبيقع الأخ الأكبر قدام دميان فبيعالجوا دميان بالسحر. وبيمسك إستا الأخ الأكبر بعد ما بيخلص على المجموعة كلها وبيفضل يضرب فيه وبيسأله كل شوية على عدد الضربات اللي خدها. وبيطلب دميان إنه يشارك معاه فبيخاف الأخ الأكبر. وبالليل بيقف العمال كلهم قدام إستا وبيقول إستا لنفسه أنا فخور بنفسي أنا ضربت أكتر من 100 ضربة لكل واحد يعني فوق ال2000 ضربة. ده كان تحدي جديد حتى بالنسبة لي لأني عملت كل حاجة تقريبا ما عدا القتال الحقيقي. فبيقول الأخ الأكبر لإستا ممكن نمشي دلوقتي أظن كده خدنا كفايتنا. فبيوافق إستا فبيعرفوا الأخ الأكبر إن ده بيته هما اللي قاعدين. فبيقول له إستا يعني عايزنا إن احنا نمشي. وبيرفض إستا إنه يمشي فبيمشي العمال كلهم وبيحس إستا بحد جاي ناحيته وبيلاحظ إنه سريع بس في نفس الوقت حريص. وبيلاحظ إن المانا بتاعته قوية وصعب يقضي عليه. فبيقول إستا لنفسه لما اشتغلت مع عائلة ديكولان اتعرضت لمواقف زي دي كتير. فبيجمع كل المانا اللي يقدر عليها في إيده وأول ما بيشوف الخصم جاي ناحيته بيضربه بطلقة مانا لكن بيظهر الخصم وبيطلع راجل كبير وبيتعرف عليه دميان. وبيطلع الراجل ده خادم عيلة بلاندو واسمه ألفريد وكان بيدور على دميان بقاله فترة. وأول ما بيشوف ألفريد دميان بيركع على الأرض وبيقول له هو بيبكي أنت مش عارف قد إيه أنا كنت بدور عليك، كنت فين وإيه اللي كنت بتعمله؟ ده أنا ما نمتش لحظة من كتر قلقي عليك. فبيحاول دميان يبعده عنه لكن ألفريد بيقول له مش هسيبك غير لما ترجع لبيت العيلة حتى لو هتقتلني. إزاي قدرت تهرب من العيلة يا دميان؟ وبيكون إستا شايف اللي بيحصل وبيشيل ألفريد دميان علشان يرجع بيه. وبيقول لإستا بعد ما بيتعرف عليه شكل دميان فعلا بيحبك، لو ما عندكش مانع إيه رأيك تنضم لعيلتنا؟ فبيفكر إستا في كلامه وبيقول لنفسه قاعدة العائلات الكبيرة الأولى إنهم يبعدوا عن الناس فأنا مش هقدر أفهم هو بيفكر في إيه بالظبط بس مش مهم. أنا كنت ناوي أعمل علاقة مع عائلة بلاندو وبيكون قصر بلاندو على طريق المدينة وفي هناك أكاديمية زينيون اللي بتكون أفضل الأكاديميات في الشرق. فبيقول إستا لنفسه أنا كنت ناوي أبني مكتبة فزيارة قصر بلاندو مش فكرة وحشة. فبيوافق إستا على عرض ألفريد وبيستعد علشان يروح معاه وبيقول لنفسه
انا بعدت شوية عن الطريق اللي كنت حاطه في دماغي، بس مش مشكلة، ده كويس برضو. وبيوصل إستا لقصر بلاندو وبيلاقي الخدم كلهم في استقباله، وبيقول ألفريد لدميان الوقت اتأخر النهاردة فاستريح شوية ولانسي هتساعدك. وبيروح دميان مع لانسي وبيمشي ألفريد في القصر لحد ما بيوصل لمكتب وبيدخله وبيقول للست اللي في المكتب دميان كان في المنطقة البيضاء والسوداء وأنا رجعت حالا بعد ما جبته من هناك. فبتتعصب الست وبتفعل سحرها وبتقول لألفريد لو حصل حاجة لابني أنا هقتلك. وبتكون الست دي هي رئيسة العيلة وأم دميان. فبيقول ألفريد ممكن تهدي وتسمعي كلامي؟ وبتهدى فعلا رئيسة العيلة بعد ما ألفريد بيطمنها. وبيقول ألفريد لنفسه بتفقد رئيسة العيلة السيطرة تماما لما بتتعصب، خصوصا لما يكون الموضوع ليه علاقة بابنها. كويس إن اللي حصل وقف لحد كده، لأن مفيش حد يتحمل غضب رئيسة عيلة بلاندو اللي كان زمان بيسموها بساحرة الدم. وبتشكر رئيسة العيلة ألفريد لأنه رجع دميان بالسلامة. فبيقول لها ألفريد في حاجة مهمة لازم أقولك عليها، الشخص اللي كان مع دميان اسمه إستا، طلع شخص مش عادي، ده كان حاسس بوجودي لما كنت هناك قبل حتى ما أظهر، وكان مجهز لهجوم مضاد، ولما تواجهنا ضربني بطلقة مانا. فبتقول رئيسة العيلة دي موهبة مميزة فعلا، ازاي ولد بالقدرة دي وجاي من المنطقة السوداء والبيضاء. فبيقترح عليها ألفريد فكرة، وبيروح ألفريد لإستا وبيطلب منه ياخد وظيفته بعد ما يموت ويبقى خادم عين بلاندو. وبيقول ألفريد لإستا انت تقدر تبقى خادم في عيلة كبيرة، ودي فرصة كبيرة لمتشرد زيك جاي من منطقة فقيرة علشان ياخد دخل عالي. لكن إستا بيرفض العرض، فبيتفاجئ ألفريد من رفضه وبيظهر دميان فبيمسك إستا علشان ما يقولش أي كلام. وبيقول إستا لألفريد أنا ممتن فعلا إني أكون خليفة رئيس الخدم، بس الصراحة أنا مش مرتاح كده ومش عايز أتغير. فبيقول ألفريد لنفسه أكيد رفض إستا العرض بسبب إنه مغرور، لأن ده ولد من منطقة فقيرة مش معاه لا مال ولا مكانة اجتماعية، بس موهبته الطبيعية في السحر خلته يتفوق لوحده. وأنا فاهم ده كويس لأن أنا كمان كنت من عيلة عادية وتصرفت بغرور زمان وما كنتش عارف حدودي. فبيقول ألفريد لإستا دلوقتي أكيد أنت حاسس إنك تقدر تعمل أي حاجة وحاطط الدنيا كلها تحت رجليك، لكن الموضوع مش بالبساطة دي لأنك مش شايف المخاطر اللي مستنياك بره. فبيقول له إستا أنت فاهم الموضوع غلط. فبيتعصب ألفريد وبيدب رجله في الأرض وبيقول لإستا أنت اللي مش فاهم حاجة، وعلشان كده أنا هعلمك بنفسي قد إيه العالم ده كبير وواسع وقد إيه هو مرعب ومليان تحديات. وبياخد ألفريد إستا لمكان في القصر، وبيكون المكان فيه كل الخدم اللي في القصر، فبيقفوا كلهم في طوابير احتراما لألفريد وبيدوله التحية. وبيقول ألفريد لإستا كل الخدم دول زيك وفي نفس سنك وقدروا يثبتوا نفسهم بجدارة قدام عيلة بلاندو، وأنا متأكد إنك حاسس دلوقتي بقوتهم. فبيقول له إستا هم فعلا أقوياء وهالتهم مالية المكان كله. وبيحس ألفريد إنه هيوافق، لكن إستا لسه مصمم على الرفض، وبيحاول ألفريد يقنعه وبيقول له لو بقيت خليفتي هتقدر تنجح زي الشباب دول وانت عندك موهبة تخليك تتفوق عليهم كلهم. بس إستا بيرفض لأنه مش عايز يبقى زيهم. فبيرفع واحد من الخدم إيده وبيطلب الإذن علشان يتكلم، والخادم ده هو ريستار. وبيقول ريستار لألفريد لو إستا كان فعلا حاسس بقيمة الفرصة اللي في إيده ما كانش رفضها، فشكله لسه مش فاهم الصورة الكاملة. لو تسمح لي أنا عايز أديله فكرة يمكن ساعتها يستوعب. فبيقول ألفريد معنى كلامك إنك عايزه في مبارزة؟ فبيرد ريستار أيوة عايزه في مبارزة علشان أوريه قوتنا الحقيقية. فبيقول ألفريد لنفسه هو مغرور شوية بس الفكرة مش وحشة. وبيعرض ألفريد فكرة المبارزة على إستا، فبيفكر إستا في الموضوع وبيقول لنفسه أنا فهمت دلوقتي، أنا بالنسبة ليهم مجرد عقبة علشان ما ينفعش يسمحوا لشاب متشرد زي أنا إنه ياخد مكانهم، ده أكيد الانطباع اللي واخدينه عني. فبيوافق إستا بس بشرط إنه يختار خصومه، وبيختار إستا ريستار وأربعة تانيين، يعني هيواجه 5 لوحده. فبيستغرب ريستار وألفريد من اللي عايزه إستا، فبيضحك ألفريد وبيقول لإستا كده أنت تستاهل تبقى خليفتي بس أنت لازم تتحمل نتيجة قراراتك. فبيعرفوا إستا إنه مستعد يتحمل المسؤولية. فبيقول ألفريد لإستا لو صمت دقيقة واحدة بس قدامهم هكافئك، لكن لو فشلت هتتحمل المسؤولية. فبيفهم إستا إن المسؤولية معناها إنه يبقى رئيس الخدم بدل منه. وبيقول إستا لنفسه العجوز ده واضح إنه بيحاول يوقعني في الفخ، لكن إستا بيوافق وبيبدأ التحضير للمبارزة، وبنشوف حلبة كبيرة وحواليها جمهور. وبيقول واحد لألفريد التحدي ده خطير. فبيقول ألفريد الموضوع ده مهم، لازم نكسر غرور إستا علشان ينفذ أوامرنا. فبيقول الشخص لنفسه وهو خايف الراجل فعلا اتجنن، لو دميان عرف إن اتأذى ضيفه هتكون نهايتي كمدرب. وبيكون دميان ولانسي واقفين جنب المدرب، فبيقول المدرب لدميان صاحبك دلوقتي في ورطة حقيقية، أرجوك وقف رئيس الخدم عن اللي بيعمله. لكن دميان بيكون مش فاهم حاجة وعايز يشارك في اللعب، فبيقسم المدرب إنه يلغي المبارزة. وبتقول لانسي لدميان
لو شاركت في اللعب هناك امك هتزعل منك. وبيؤمر ارفيد المدرب انه يبدا المبارزه فورا. فبيقول المدرب لنفسه مفيش حل تاني، لازم انفذ الاوامر. وبتقول لانسي داميان قبل ما تسيبه هروح وارجع بسرعه بس اوعى تلعب هناك. وبيشرح المدرب قوانين المبارزه وبيقول للمبارزين ده مش مجرد نزال جماعي، دي معركه اباده كامله. القتال هيكمل لحد ما طرف يرفع الرايه ويستسلم، بس المدرب يقدر يوقف القتال في اي لحظه، فخلي بالكم. وبيكون ريستار متغاظ من استا وبيقول لنفسه استا فاكر نفسه مهم علشان داميان ورئيس الخدم عامله كانه مميز، فافتكر انه فوق الكل، بس انا هازمه وهفضح حقيقته قدام الكل.